هانزي فليك. لا 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 لا. هانزي فليك. لا 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 لا. ماتش صعب، ماتش مجنون، ماتش انت طالع منه في الدقيقة 20 بتلعب ب10 لعيبة، كارت احمر من كوبارسي بذكريات ماتش باريس ودور ال 16 من الموسم اللي فات. شكرا، مش هنكمل المباراة وهنخش يستقبل اهداف وتخسر المباراة. دوري ابطال مجنون يا صديقي الديزل. باريس بيخش يضرب ليفربول ب2 و3 و4، ولكن أليسون يصمم ان هو يكون جدار عازل ويمنع اي هدف من فرقه زي باريس سان جيرمان النهارده، وبالعكس يطلعوا بكوره غداره مش من انيستا، لا ده النهارده من هارفي اليت. والناحيه الثانيه برشلونه يصمد قدام وحوش بنفيكا وطير النورس في استاد الدالوس بطريقه مجنونه وغريبه، بعد هم كانوا بيلعبوا ب 10 لعيبه لمده 70 دقيقه وكو هدف خيالي من رافينيا في الشوط الثاني مباراه. كل الكلام ده في حلقتنا النهارده. لايكاتك الجميله، سبسكرايباتك العظيمه، وتعالى نشوف مع بعضينا ايه اللي حصل في دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. ازيك شو عاملين ايه؟ حلقه جديده من عالم الديزل، وحلقه من ديزل برشلوني نتكلم على برشلونه، والناحيه الثانيه هم بيلعبوا بنفيكا النهارده، وبعد كده نتكلم سريعا برضو على ليفربول وهم بيلعبوا بي اس جي. بعد ما اتفرجنا على شويه هايلايتس وشفنا اللي حصل من أليسون المجنون السبايدر العجيب الغريب اللي مفيش كوره بتخش جوه منطقه الجزاء غير لما بيكون شايلها بطريقه مجنونه. ولكن الاول عايز اتكلم، ما دام انت اتكلمت عن أليسون وانت معظمكم اتفرجوا على ماتش ليفربول وبي اس جي، سيبنا اتكلم لك على ماتش بنفيكا وليفربول وبرشلونه واكلمك على قد ايه. يعني انت مثلا، انا لو جاي اقول لك انت اتفرجتش على الماتش ده ماشي، وجاي اقول لك ان الماتش ده خلص 1-0 لبرشلونه في ضرب من لعيب، ويعني تتوقع كده مين هو مان اوف ذا ماتش، مين افضل لعيب في مباراه برشلونه وبنفيكا؟ هتقول لي ليفاندوسكي، هتقول لي رافينيا وجايب الجون ومولع الدنيا، ممكن تكون مثلا الناحيه الثانيه لامين يامال، اوبا بيدري الساحر، ايه موضوع منطقي. ولكن انا بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش هو واحد من غير كلام، تشيزني. من اول دقيقه في الملعب، من اول دقيقه الراجل تحسه داخل بطريقه جاد جدا. انا عارف انا عايز اعمل ايه، انا عارف ان انا الدفاع النهارده هيكون فيه مشاكل كبيره جدا، وانا هكون اول واحد بيبدا الهجمه في الهجوم. يا جماعه تحيه كبيره قوي لتشيزني. اخواني لقد تسرعنا، معلش نلبس النضاره كده ونقول، نلبس النضاره ونقول مع بعضينا ايه؟ اخواني لقد تسرعنا عن افضل حارس مرمى وحارس بولندي عرفوا تاريخ كرة القدم. عرفنا كوبا، بلاتشيكوشفي بيلعب مع دورتموند، روبرت ليفاندوسكي بيلعب في برشلونة، بيس جيك كان بيلعب في دورتموند، ولكن لا، هذا التشيزني سبايدر مجنون. لو انت اتفرجت على أليسون قدام بي اس جي طبيعي وعمل ماتش خيالي وخطير ومرعب واكيد احسن من تشيزني، بس انت ما تعرفش تشيزني، معلش يا معلم. ده راجل عنده ما اعرفش كام 37 سنه، ده راجل بيخش بيسخن بسجاره، بيشرب ايكوس وسجاير مارلبورو وميرت اكتر ما بيخش يا معلم الحمام. معلش ده نفسه مش جايبه، ولكن طالما مع كل الكلام ده راجل عمل تصديات مرعبه في خلال كل الماتش. اول دقيقه على طول كوره بنفيكا بيلعبوا بنفس الطريقه اللي كسبوك اللي كانوا هيكسبوك فيها 4-2 وانت عملت ريفونداتا خياليه في دور المجموعات ورجعت 5-4، ولكن نفس اللعب. يخش عارف امتى اللعيب هيقف بالظبط على اللعيب المدافع ويكسر الاوفسايد، والمساحات الديني ورا بالدي ورا الناحيه الثانيه كوندي بطريقه مجنونه وغريبه في الماتش بتاع النهارده. فانت من البدايه وانت عندك كور كتيره جدا جدا مساحات، وتحس الدفاع كان في نزهه النهارده، حرفيا في نزهه. خط النص مش عارف يمسك الكوره، حرفيا كل كوره بتلعبها في بدايه الشوط الاولاني مجانين. بنفيكا حرفيا مجانين، ضاغطين ضغط مرعب عليك، انت مش عارف تلعب كورتين ورا بعض. الاستحواذ مستحيل تكون ماسكه في الماتش ده، حتى لو سلبي مفيش انت حرفيا مفيش باستين عارف تطلعهم لغايه الكوره في الدقيقه 20، او لا قبل الطرد، معلش قبل الطرد. لو انت ما شفتش الكوره اللي ضيعها ليفاندوسكي، بتعمل فينا كده ليه يا روبرت؟ بتعمل فينا كده ليه يا روبرت ليفاندوسكي؟ حرفيا كوره رافينيا لعبها في العمق جميله، خلاص جات لك على طبق من ذهب، خلص وريحنا من الدقيقه 15. ريح الديزل وخلينا ننام مرتاحين، نكسب في استاد بنفيكا 1-0 2-0 والدنيا تستريح خالص جميله. لكن لا، ازاي؟ ده انا هشوف الجون وانا قدام الجون والجون واقع واحطها في كرش الجون. ومش طبيعي كده يا بومبر، مش طبيعي الاداء اللي انت مستمر فيه من بدايه الموسم. لا معلش، هداف الدوري الاسباني، لعيب بيجيب اهداف كتيره والبومبر خطير ومش عارف ايه، بس كميه الكور السلبيه اللي انت بتضيعها بطريقه غريبه. وانت معلش ازاي ما خرجتش بدري؟ خرجت في الدقيقه 70 وكل حاجه، بس انت بدنيا مش موجود،
والفرقه بتلعب ب 10 لعيبه، احنا محتاجين واحد بيهاجم ويدافع على طول. فكان من اسوأ اللعيبه النهارده بصراحه. ويعني كان هيفرق معاك جدا جدا الجون في البدايه، عشان على طول بعد الجون ده كره خطيره طوليه، كوبارسي اهو باو مسكه نزله لتحت، بينالتي 100%. اسف يعني هي كانت مره منطقه جزاء، فاول 100% وكارت احمر 100%. وانت عمال تقول على الكوره وعلى الكوره، على الكوره ايه يا كوبارسي؟ على الكوره ايه يا كوبارسي؟ ما فيهاش اي ربع سنتي انها على الكوره. حاجه غريبه عجيبه بصراحه. وبالنسبه لي يعني ده اللي يفرق المدرب عن المدرب. مش قصدي حاجه، بس احنا شفنا مع بعضينا سيناريو شبيه جدا الموسم اللي فات لما حصل طرد الاراوخو، وانت بالعكس كنت كسبان تقريبا كمان في النتيجه. قرر تشافي ان هو يطلع عندك لامين يامال وينزل مدافع تاني. انت واضح وعارف في فريقك اكتر لعيب مش هيجري وهيضرك بدنيا، وخصوصا لو بتلعب 10 لعيبه، هو اولمو بقى من غير كلام. انا بتفرج في اللايف رياكت، عملت لايف جميل بصراحه، وبشكر كل الناس اللي كانت معانا في اللايف رياكت، اتفرجنا مع بعضينا على ماتش برشلونه، وان شاء الله نحاول نكررها الفتره اللي جايه كمان. على طول انت من غير كلام خلصت كارت احمر من هنا، سخن يا عم اراوخو، انزل مكان الباشا اولمو واطلع يا اولمو. بدنيا مش هيستحمل الماتش ده. ولكن تعالى لي بقى عند الثنائيه بتاعت اراوخو كوندي، يا لهوي على المساحات، يا لهوي على المساحات. يعني استغلوها اكتر في الشوط الثاني، ولكن الشوط الاولاني بعد الطرد كميه الكور العرضيه بتاع بنفيكا تنزل في ظهر بالدي، انا ايديا على قلبي. تشيزني حرفيا يا جماعه، انا عارف ان انتوا شايفين ان اليسون عامل ماتش كبير، بس زي ما في شوطات كتير جدا البي اس جي. بص كده على شوط فرقه زي النهارده، بس احنا رايحين فرقه زي بنفيكا. تعال نبص والله الاحصائيات على جوجل معموله ايه. السادس بنفيكا شايطين 26 شوطه، 26 شوطه وفيه 8 تصديات لتشيزني. فعمل ماتش خيال يا جماعه. انت متخيل يعني ايه 26 شوطه مفيش منهم واحده جون؟ ماتش كان صعب جدا جدا في استاد. في وسط الشوط الاولاني تلاقي اصلا في شماريخ بتولع في الملعب وفي ضباب وانت مش شايف اي حاجه. فانت طلعت من الشوط الاولاني كان اهم حاجه تطلع 0-0، مستحيل تجيب جون، اهم حاجه تطلع 0-0. الحمد لله كملت الشوط الثاني على طول، طلع لامين يامال وفرقت جدا على فكره لما طلع لامين يامال ونزل رافينيا كوينج يمين. عجبتني الفكره دي. لامين يامال كان ضعيف شويه بدنيا في الماتش ده، وخلاص كان واضح ان هو مرهق، ما عنديش اي مشكله يطلعه وينزل فيران توريس. بس انا كان بالنسبه لي على الاقل عندك ثلاثيه هجوميه تكون اخطر لو كان لامين يامال وفيران توريس ورافينيا، وتسيب عندك وتطلع رافينيا وتطلع ليفاندوسكي. ولكن ممكن يكون سايب ليفاندوسكي لاسباب دفاعيه عشان كان في كورنرات كتيره، فمحتاج ان هو يرجع يساند في العرضيات يطلع الكوره بدماغه. فما عنديش اي مشكله يا هنزي، انت راجل اصلا يا معلم عمي والدنيا بص، انت عارف انت بتعمل ايه. بس عايز اتكلم عن حاجه قبل الجون بتاع بنفيكا. لسه الفرقه مستحوذه عليه الكوره بطريقه مش طبيعيه، وشفت كميه فرص ما بين اراوخو وكوندي. كوندي عامل واحده من اسوء مبارياته بصراحه. يعني التغطيه من وراه مش طبيعيه، كل المدافعين بيخشوا في العمق وكل الكور بتخش عادي جدا بتعدي، مفيش اي بلوكات بتحصل من كوندي. واراوخو متاخر، تحسه كده عنده لاك في دماغه. انا مش قادر افهم يا اراوخو في ايه، في لاك حرفيا. ولكن ماتش زي ده مش هيخلص غير بحاجه من الاثنين: 0-0 لبرشلونه وتقعد تدافع، او الناحيه الثانيه خطا من فرقه زي بنفيكا سواء بينالتي او الناحيه الثانيه زي ما حصل قدامك. ولكن الخطا ده كان ربع خطا زي ما بنقول، عشان رافينيا. الشوط الاولاني شفنا رافينيا حاجه، رافينيا بتاع تشافي تقريبا، رافينيا سيء جدا في قراراته، في كوره غريبه جدا في نهايه الشوط الاولاني. يعني خلاص انت معلم، انت منفرد داخل جوه منطقه الجزاء 3-1، فراح باصها للمدافع. عندك لامين يامال وعندك ليفاندوسكي وعندك انت تشوط طريقه غريبه جدا. عمل الشوط الاولاني سيء سيء سيء. ولكن شفنا رافينيا في الشوط الثاني بالضغط، بالعزيمه، بالجرينتا، بالكوره اللي بيشوط على طول، بذكريات بقى الماتش 5-4 انت تخش هتضربها، جرب تلسع. وفعلا كوره من بره منطقه زي من الخيال، من الخيال، رجعتك في الماتش وخلتك يعني تحط قدم ونصف في الدور الثمانيه. فشابوه للجراءه اللعيب زي رافينيا. جاي فكرني بالشوط اللي كان بيعمل مع ليدز. لو الناس تتفرج عليه مع ليدز، هو الراجل كان بيلعب كسترايكر حتى ساعات، ويكون تحت المهاجم يروح شايط الشوط اللي من بعيد اللي في وسط الملعب دي، خطيره جدا جدا. والناحيه الثانيه بعد الجون انت مش عارف تمسك الملعب. طلعت حتى ديونج ونزلت كاسادو، مش عارف تمسك الملعب. نزلت جيرارد مارتين مكان واحد زي ليفاندوسكي، وحطيت بالدي كوينج. مش عارف تمسك كوره حرفيا، كورتين وبتطوح كورتين بتطوح. فريق النهارده كان عباره عن شيزني بس في خط الدفاع. وبيدري اخر مان اوف ذا ماتش، وناس يعني منبهره باداء بيدري، وبيدري ساحر وكل حاجه. بس انا عارف الكلام ده ممكن يضايق ناس، بس بيدري النهارده قدم لي واحد من اكتر المباريات الريسكي مش بقول سيئه، بس المباريات في كور كتير جدا بيجازف بيها والكور بتتقطع منه،
او الناحيه الثانيه بيعمل ميس باس، او يستنى لغايه لما الاربع لعيبه او يخش عند اللعيبه كتير بتاع بنفيكا فيكون عليه ضغط كبير جدا فالكوره تتقطع فيكون في جون، وانت حرفيا في عرض اي كوره تكون عليها استحواذ. فقرارات النهارده بيدري على الرغم ان انا مان اوف ذا ماتش وكل حاجه، بس انا شايفها ما كانتش افضل قرارات من وجهه نظري. كان في قرارات ممكن تكون افضل، كره لعب اسهل، بالعكس هو كان بيدور على الحاجه الاصعب في الماتش ده، بيدور على الكره الجماليه الاكتر، وكان ماتش مش مستاهل، ماتش كان معقرب بطريقه مش طبيعيه. انا مش قادر ازاي خسرت خلص 1-0 لغايه اخر دقيقه، خلاص كميه 4 7 ركنيات في دقيقه تقريبا 88، حرفيا جه 5 ركنيات في دقيقه واحده، خلاص واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا، وكره اصلا اوف سايد يخرب بيت الاوف سايد. هنتكلم عن ماتش بي اس جي وليفربول دلوقتي، وهتقول لي على الماتش الاوف سايد بتاع كفاراتسخيليا في الجون الاولاني بتاع بي اس جي ازاي كان قريب. بص بقى على الاوف سايد بتاع المهاجم بتاع بنفيكا واحد زي كان اسمه ايه، اسمه بيلوتي، والمدافع انيجو مارتينيز. يا نهار اسود، ده تمتوفه كتفه، الحمد لله، عشان غير كده كان زمانه 100% بينالتي، 100% غلطه تشيزني في الماتش ده كان زمانه بينالتي، كان كارت اصفر كمان، ما كانش هياخد كارت احمر، بس كان بينالتي 100%. ولكن غير كده تشيزني كمل في التألق وسال كرة خطيرة جدا جدا في الدقيقة 90. بصراحة شابوه 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 لتشيزني، راجل المباراة بالنسبة لي رقم واحد بلا منازع. ورافينيا الجراءة اللي عنده، وهانز فليك شكرا شكرا ان انت علمتنا ان الادرينالين بيطلع مش في الهجوم بس، بيطلع برضه في الدفاع. طلعته عينين النهارده في الدفاع، بس تشيزني وراني احساس تاني خالص ان ما شفتوش مع تير شتيجن من زمان. ولكن كان ماتش ريسكي جدا، واهم حاجه ان انت تكسب بنفيكا 1-0 تحط قدم ونصف في الربع النهائي. نتكلم على بي اس جي وليفربول. ايه اللي بيحصل ده؟ سرقه الموسم حرفيا، لو احط عنوان كده هو عنوانها سرقه الموسم. سرقوا ليفربول في حديقه الامراء في البارك دي برانس بعد الاحصائيات المرعبه والمجنونه. 27 شوطه لباريس سان جيرمان، 10 على التارجت و9 تصديات لاليسون، وشوطه واحده بس على المرمى يا دوبك اليسون حطها في البعيد. نونيز استلمها بصراحه بطريقه خياليه، شابون نونيز، الاستلام بتاعه بالهيد بعد كده بباصه، واستنى اليت يخش واليت يحطها بطريقه محمد صلاح جميله جدا، وهدف يقلب الدنيا. صباحه ضحك بصراحه، صباحه ضحك لما يكون بي اس جي الشوط الاولاني كفاراتسخيليا بيجيب جون اوف سايد غريب، يعني جون جميل جدا 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 بشماله في البعيده، الكره الوحيده اللي عرفت تخش في شباك اليسون. غير كده اليسون بيصد واحده من ديمبلي خطيره، وحتى الكره بعد ديمبلي باركولا بيجيله الكره مش عارف يدخل كوره، فراحت جات له فرصه من تاني يروح حطها في المدافع. حاجه جنونيه غريبه، تحس يا معلم سحر انشيلوتي ده ولا انت ايه يا عم ارن سلوت؟ بصراحه انا عايز افهم، هل هذا سحر كابتن السبحه بتاعت زيدان ولا سحر الكارليتو؟ انا شفت ماتش مطابق لريال مدريد لما بيلعبوا في دوري الابطال. مفيش حتى شخصيه بطل النهارده بصراحه، مش هكدب عليك يا ليفربول انت لعبت ماتش زي الزفت، ولكن شخصيه اليسون ده الفرق لما يكون عندك حارس كبير ولما يكون عندك حارس زي دوناروما، معلش من كوره على طول ممكن تيجي جون ما تكونش جاهز اصلا. لكن لا، اليسون هو معلم كل ماتش حرفيا، تصديات خياليه خياليه، شوط اول وشوط تاني من ديمبلي من كفاراتسخيليا من باركول. يا جماعه ثلاثي هجومي مرعب متنوع بطريقه غريبه، الثلاثه ممكن بيغيروا روتيشن. انا كل شويه بقلب كده بلاقي مره ديمبلي بيلعب بيمين، مره بيلعب شمال، مره بيلعب مهاجم، كفاراتسخيليا مره بيلعب يمين، بيقلبوا هم الثلاثه كده بيعملوا الحاجات دي صعبه جدا على المدافعين. فانت لازم يكون عندك حارس مرمى مصحصح، الشوطات ممكن تيجي من اي حته، وحتى خط النص فيتينيا، وايه فيتينيا ده، جواو جوميز جو نيفيز اسف، شال منه كوره اليسون خطيره جدا في الشوط الاولاني. فليفربول عمل واحده من اسوأ مبارياته بصراحه، بس خطفوا الفوز، خطفوا الفوز في الاخر. نرجع ونقول الاداء ده لو حصل تاني في الانفيلد ليفربول ممكن ما يتاهلش، بس انا بالنسبه لي ليفربول هيتاهل، لان الانفيلد شكل تاني خالص، شكل تاني خالص. جماهير بيكون فيه تقريبا لعيب رقم 15 12 و13 14 بيلعبوا معاهم، بيكون في زياده عدديه كبيره جدا لليفربول. فما تفكرش ان طب ده ليفربول كان سيء جدا قدام بي اس جي، طب ممكن يكون سيء قدام انفيلد وقدام بي اس جي في الماتش اللي جاي وفي الانفيلد وعلى طول ده الماتش الاسبوع اللي جاي. لا، صدقني يا صديقي الليفربولي لا تقلق، لا تقلق. صلاح كان اوف فورم عادي مش مشكله، ضغط المباريات، مع اني مستغرب جدا ليفربول اصلا من الفرق القليله اللي ما لعبوش ماتش في الاف اي كاب في الويك اند اللي فات، فكانوا مريحين. ولكن هل ممكن صلاح يتحط على الدكه في ماتش الدوري قدام ساوثهامبتون؟ وده كلام بقى فانتسي ممكن نتكلم عليه في حلقات فانتساوي، علشان يريحوا الماتش بتاع بي اس جي يكون جاهز؟ الله اعلم ممكن تحصل، عشان بدنيا ليفربول كان سيء جدا، كان بيستقبل اللعب بطريقه مرعبه. هو كان قاعد
سايب اللعب على اليسون، وحتى كان في طرد بصراحه أنا بالنسبه لي هي طرد الكوناتي اللي في الشوط الاولاني في الدقيقه 20 دي، مش بينالتي عشان بره منطقه الجزاء، بس انا شايفها طرد. لو انت عندك راي تاني قول لي في الكومنتات، بس انا شايف الكوره كانت واضحه وصريحه، كان الراجل خلاص بيهجم بينفرد شبه بتاع كوبارسي جدا، يمكن عشان بس كوناتي فضل خلى كتفه ايدي جنب كتفه فما كبرش قوي من جسمه، ولكن انا شايف انها ممكن تكون طرد في الماتش ده. فليفربول كان محظوظ جدا جدا ان يطلع بشوط واحد على التارجت من اليوت، ينزل بعد 46 ثانيه يجيب له هدف، ولكن يشاء القدر. يمكن لما تعمل تغيير اول مره تشوف اصلا صلاح بيخرج بدري، واكيد طبعا زعلان اول مره صلاح يخرج بدري، انت ازاي طلع من عندك صلاح في ماتش زي ممكن يجيب بينالتي في اخر دقيقه، تكون عايز اللعيب الكبير بتاعك يشوط البينالتيه. فقرار غريب من ارن سلوت، ولكن في علامات استفهام كتيره جدا على ليفربول في الماتش ده. بس ما توقعش السيناريو يتكرر في الماتش الاياب، على الرغم من ليفربول عنده حاجات كتير جدا محتاج يحسنها خصوصا في خط النص، عشان بي اس جي كان مرعب، وكان بسهوله جدا ممكن يطلع الماتش ده ب3 و4-0 كمان. قول لي رايك في الكومنتات، انت اكيد شفت الماتش وعارف عني تفاصيل اكتر، ولكن حبيت اقول لك رايي الشخصي في ماتش ليفربول وبي اس جي وماتش برشلونه والناحيه الثانيه بنفيكا. الحمد لله الفوز، وبايرن خلص الدنيا بدري بدري، قال لك يا باير ليفركوزن كنت عايز كام؟ عايز 2، لا خد يا معلم 3 وكارت احمر ومع السلامه، خلص الدنيا بدري بدري. فشكله هو كمان متاهل، وممكن نقابل ان شاء الله يا رب يا رب في السيمي فاينال. لسه ممكن نفكر يا معلم الاول في بنفيكا الاسبوع اللي جاي، بعد كده نشوف الباوله بقى، مفيش اصلا كوبارسي ولا اي حاجه. بشكرك جدا يا صديقي على العالم، شايف ان هو كل مكان تويتر انستجرام تيك توك، وان شاء الله اشوفك في حلقه قريبه جدا مع عالم الديزل.